زين بسيط بزاف، ولكن صراحه المذاق جا اكثر من رائع. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في قناتكم شيوات مزينه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طورطه بدون فرن ولا تماره، دغيا كتحضروها في دقائق. كاطو المذاق ديالو غزال بزاف، يعني شي حاجه اللي زوينه اقتصاديه وزوينه. هكذا كنبغيو نحضروا شي حاجه حلوه لوليداتنا او لضياف الغفله، شي حاجه سهله. وفي بعض المرات كنكونوا معروضين كنبغيو نديو معنا شي حاجه نحضروها دغيا. هاد الكاطو هذا احسن حل. تبعوا معي باش تشوفوا الطريقه على بركه الله. اول حاجه غنحضروها الكريمه. عندي كيس ديال الكريم شونتي اللي دايره في المجمد من قبل، يكون بارد على الاقل نص ساعه. عندي هاد الكيس ديال الفلون كراميل كيعطينا واحد المذاق زوين في الكريمه، يعني كتجينا الكريمه ما كتبقاش ديك الكريمه عاديه، كتولي بمذاق الكراميل. عندي كاس عنبه وربع ديال الحليب حتى هو بارد، من الاحسن تخليوه في المجمد حتى كيبدا يتلج. وكما كتشوفوا الوليدات ديال الطراب حتى هما كديرهم في المجمد. ملي كتكون عندنا المكونات كامله بارده، فالكريمه دغيا كتطلع دغيا كتعقد لينا بهذا الشكل هذا. من بعد ما طلعت لينا الكريمه كما كتشوفوا غنخليها في الثلاجه بما نوجد هذيك الطبقه ديال البسكوي. انا خديت هذا الاطار هذا درته فوق هذا الورق مباشره، كتحطوه فوق الصحن ديال التقديم، يعني الصحن اللي غتقدموا فيه. عندي هنا الحليب اللي غندوز فيه البسكوي، ضفت عليه شويه ديال السكر ماشي ضروري. انا كانت الكريمه ما كانتش حلوه بزاف ودرت شويه ديال السكر، تقدروا ما ديروش. وعندي هذا البسكوي ديال التيراميسو، هذا اللي بودوا كنفزقوه هكذا في الحليب وكنحطوه كطبقه اولى. البنات هذا البسكوي هذا زوين بزاف، يعني بديل الجينواز. هكذا شي مره كنكونوا زربانين باغيين نديروا شي طورطه او كنكونوا خارجين معروضين نديو معنا شي حاجه وكنحضروها في واحد الوقت اللي قصير بزاف. هنايا خديت الكريمه قسمتها النصف الاول درتو غادي نقادها تجي واحد الطبقه مقاده. تاخذوا شي اداه اولا شي ملعقه هكذا نليسيو بها الوجه باش تجينا ديك الطبقه مقاده. هنا غادي خديت هاد الخوخ اللي طبيعه الحال غسلته مزيان وقشرته، غنقطعو مربعات وغادي نديرو فوق الكريمه. هنا تقدروا ديروا طبيعه الحال اي فاكهه، ولكن الخوخ بالضبط راه كيعطينا واحد المذاق واعر بزاف مع الكريمه. ما كتبقاش عندنا ديك الطورطه يعني مذاقها عادي بسكوي مع كريمه. هاد الخوخ كيعطينا كيبدل المذاق، كيجي واحد المذاق زوين بزاف. هنا غنديروا الطبقه الثانيه بالبسكوي نفس الشيء، كنفزقوه وكنحطوه فوق الكريمه. وغادي ناخذ هذيك الكريمه اللي بقات لي ناخذ غير شويه. هاد الطبقه ما غاديش نديروا الكريمه كثيره وما غاديش نقادها، حيت غتشوفوا مازال غنزين بحال غير كنغطيو الوجه غير كندهنوا. هنا انا دخلت هاد الكاطو دخلته المجمد تقريبا ربع ساعه. نتوما تقدروا تخليوه يعني ساعه ساعتين ثلاثه ديال السوايع. كتعرفوا هاد لي كاطو قد ما بقاو في الثلاجه كيجيونا زوينين باش ديك الكريمه تشد مزيان. خديت هذاك شويه د الكريمه اللي بقى ليا درتو في واحد البوش وغنبدا كنزين كما كتشوفوا البنات. انا راه غندير واحد التزيين اللي بسيط بزاف. قبل خديت شويه ديال الكريمه هكذا كندهن بحال كندهن هذوك الجوانب باش نزينهم. غادي نزينهم بالكاوكاو ايفيلي محمر، تقدروا ديروا اللي بغيتو. درت غير شويه الكريمه باش يشد ليا داك الكاوكاو. تقدروا ديروا الشكلاط فيرميسيل او اللوز ايفيلي او البسكوي مطحون اللي بغيتو. انا كنتوفر عندي الكاوكاو ايفيلي وكيعجبني المذاق ديالو مع الكريمه. صافي كما كتشوفوا واحد الزين اللي بسيط، يعني المبتدئات يقدروا يديروه. شي حاجه بسيطه بزاف. كان عندي هذا السيجار هذا زينت به. وهنايا غادي ناخذ واحد الخوخه، واحد الحبه ديال الخوخ غسلتها مزيان، خليتها بالقشور ديالها وقطعتها شرائح رقيقه وزينت بها. الخوخه البنات كما قلت لكم راه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. جربوها وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. كتجي طورطه يعني المذاق مختلف على دوك الطورطات العاديين. صافي داك الكاوكاو اللي بقى لي انا زينت به من الفوق كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي. يعني تزيين بسيط بزاف، ولكن صراحه المذاق جا اكثر من رائع. هنايا تقدروا تخليوها في الثلاجه كما قلت لكم. هاد لي كاطو قد ما بقاو في الثلاجه كيجي المذاق ديالهم احسن والقوام ديالهم. انا هنا قطعتها مباشره باش نصورها معكم. هانتوما كتشوفوا جات زوينه. شوفوا هانتوما فاش قطعت هذاك البسكوي راه جا تماما بحال الجينواز. المذاق ديالها في الدار حماقوا عليه، عجبتهم بزاف. كنتمنى تجربوها وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. وشكرا.